اكزاكتلي. تفيدني جدا وانا بعمل الكونتنت، لما اجي اعمل الكونتنت بلان بتاعتي ابقى عارف انا هكتب لجمهور رجاله ولا ستات، مش عارف عايشين في القاهره ولا في الاقاليم، مش عارف سنهم كذا او كذا او كذا. مفيد. لازم الديجيتال ماركتنج سبيشالست او كده لما بيجي يعمل خطه المحتوى لازم يريفير ويفتح الباير بيرسونا. هنشوف حاجه شبه دي دلوقتي للبيزنس ده. احنا هنا فاتحين صفحه مين؟ كرافتي كيدز. فانا عندي البيرسونا بتاعت البروجكت ده موجوده. في الاعلانات كمان بقى لما اجي اعمل اعلان انا ما بقعدش اجيب الاستهداف من دماغي اللي هو الناس اللي اي كلام بقى اللي هو يفتح هنا عليه بيقول لي بقى حط لي سن وجمهور ساكن فين ونوعه ايه وبتاع، واحط بقى ايه اللي هو يلا اللي يجي في دماغي اللي الاقيه في وشي احطه. لا، الطبيعي جدا ان انا لازم اروح فاتح الباير بيرسونا تمبلت. يعني اروح جاي فاتح كده مثلا، اقعد ادور بقى كرافتي كيدز مثلا هنا، ادور على هنا ان شاء الله نلاقيها. يعني كام دول كانوا هنا؟ كرافتي 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 لازم نلاقي 100 ولا هنا. ميبي بقى حاجه زي كده، اي واحده من دول. انت طلع مش تمبلت. نجيب واحده ثانيه بنت حلال. طب بصوا كان في واحده مفتوحه اهي، ده برودكت ثاني مثلا، ممكن نفتح ده. يعني هنا مثلا انا جوه البلان بتاعتي المفروض ده شكل السوستك موديل بلان. يعني في الخطوات نقعد نمشي نمشي نمشي، في عندنا لازم يبقى انكلودد. وده هنبتدي بقى المفروض من الاسبوع ده هتبتدي تطلع افكار المشاريع وتقسيمات الجروبس وكده. انا لازم اكون مجهز للبروجكت او للمنتج بتاعي او للشركه بتاعتي العملاء بتوعها، لازم اكون عامل لهم حاجه اسمها ايه؟ شكل زي ده كده، باير بيرسونا تمبلت يعني، او دوكيمنت. الدوكيمنت ده بيكون فيه صوره تمثل الشخص وله اسم وسنه كذا والجندر بتاعه وساكن فين وشغلته ايه ومرتبه كام ومثلا تعليمه واهتماماته وبعض الحاجات اللي بيعملها في حياته كده. لازم يبقى عندي كده اتليست، لازم يكون عندي وان بيرسونا او باير بيرسونا للبرودكت بتاعي. ساعات البرودكتس يبقى عندهم كذا باير بيرسونا، يعني مثلا ملابس حريمي سوري ملابس رياضيه، فعندهم بيرسونا لمين؟ للومن، وبيرسونا ثانيه لمين؟ للمن، عشان في اختلاف مثلا ما بين المقاسات او الوان اللبس او كده. فهنفترض ان احنا مثلا لما بنيجي نشتغل بنروح مطلعين دوكيمنت الباير بيرسونا ونعمل ايه؟ السن كام؟ براجع بقى، ما بجيبش من دماغي. سن البيرسونا عندي كام؟ طب المنتج ده انا ببيعه لمين؟ هتفتكر بقى الحاجات. طب ساكن فين؟ الحاجات دي موجوده. طب الحاجات دي جت منين اصلا؟ اناليسز. انا عملت اناليسز وشفت انا المفروض المنتج بتاعي هبيعه لجمهور ساكن فين وسنه ايه، والمنافسين بتوعي بينافسوا في انهي منطقه. ابقى عارف خلاص ان انا مثلا في طنطا للشباب اللي سنهم 28 او قرب ال 30، للولاد اللي دخلهم مش عارف لو مرتب يبقى مرتبهم حوالي 15000، بيشتغلوا في البرمجه والهندسه وحياتهم بيحبوا الجيم والخروج ومش عارف. دي كده لازم تتراجع. وبعدين نروح فاتح مين؟ مدير الاعلانات بقى بتاعي اللي انا شغال فيه ده. اقول له بقى انا عايز الناس اللي ساكنه فين. احنا الباير بيرسونا كانت مكتوبه فين؟ جيزه. خلاص يبقى انا ادور مثلا هنا على جيزه، لو انا فعلا بشتغل في الجيزه بس او بتاجر يعني بالمنتج بتاعي في الجيزه. طبعا الجيزه والقاهره احنا عارفين طبعا ان هي ايه، هو يعني حتى جامعه القاهره فاتحه في الجيزه اصلا. يعني عندنا ما بنعتبرش فيه فصل بين، بس اتليست يعني جيزه. يبقى انا هفتح هنا في اللوكيشنز اللي هي ايجيبت مكتوبه باي ديفولت. ايجيبت مكتوبه باي ديفولت لان فيسبوك عارف ان انا من مصر فهو حاططها باي ديفولت كده. طب انا عايز جيزه سيتي ولا جيزه محافظه؟ ايوه في محافظه الجيزه وفي مدينه الجيزه، زي طنطا والغربيه كده. ها؟ اللي هي عاصمه المحافظه اصل. يعني ففي يعني هي طنطا عشان اسمها طنطا والغربيه، بس في محافظات اسم المحافظه زي اسم العاصمه، منها الجيزه. انا عندي بقى تعالوا نشوف الاوبشنز اللي ممكن يساعدنا بيها. ممكن اختار مدينه، يبقى انا كده اخترت ايه؟ سيتي، مدينه اسمها الجيزه. وكان واضح ان تحتيها كان في جيزه الثانيه اللي هي ايه؟ جفرنرت اللي هي المحافظه. طب محافظه الجيزه دي بقى فيها مراكز وقرى وشويه حاجات كتير بقى اللي زي السانتا والمحله ومعرفش وميت غمر يعني كده. لا انا عايز المدينه يا عم. خلاص اول اختيار ان انا استطيع ان اختار مدينه، بس كاتب لي حواليها ايه بقى؟
ده بيقول لي السيتي دي مدينه الجيزه وحواليها 25 ميل، اللي هم مثلا حوالي 40 كيلو متر ولا حاجه. والله اكوردنج بقى، انا عايز المدينه ذاتها اللي هي الجزء الحضري، يعني عايز طنطا اللي هو اسم، مش في هنا حته اسمها طنطا وفي بقى قرى حوالين طنطا، لا انا عايز طنطا ولا المراكز اللي حوالين طنطا؟ ما اعرفش. اعرف منين؟ انا عارف ان انا عايز الجمهور اللي فين. ده منتج رياضي لناس بتروح الجيم وشباب روش وكذا، يبقى اختار ايه؟ المدينه والريف اللي حواليها. المدينة. لكن ممكن مثلا لو انا عيال الدكتور، لا عايز الناس كلها يعني يبقى المدينه والقرى اللي حواليها واسم اول واسم تاني ومركز وعزبه، كل الحاجات دي تبقى معايا. فهي اكوردنج. انا ممكن اكبر الكيلومتراج من هنا او المايلج من هنا او اصغره كده، يعني كده خليت حواليها قد ايه؟ 10 اميال. لا كمان في اوبشن فوق اسمه ايه؟ المدينه بس، لا ميل ولا اتنين حواليه، انا كده جبت المدينه. هو بيبقى عارف بقى، يعني هو هنا بص هو بقى عمل لي الخريطه ازاي دلوقتي. حط لي الدبوس بتاع الجيزه فين؟ جوه مدينه الجيزه بس. لكن الاولانيه كان عامل ازاي لما كان عامل اميال حواليها؟ بصوا كان عامل ازاي. دي كانت اللي هي ال 25 ميل، ده كان جايب اصلا القاهره معانا كده، القاهره كلها معانا اهي، الجيزه اهي الناحيه الشمال، القاهره كلها معانا. لا انا عايز مثلا الكارنت سيتي اونلي، فهو بيروح خلاص الدقي بقى والعجوزه والمهندسين والحته دي اللي هو انا عايز اجيبها. يبقى اول اختيار اقدر احط مدن، انكلود مدن. طيب ونحط معاها محافظه؟ ينفع نحط محافظه؟ يعني احط في نفس الاستهداف مدينه الجيزه ومحافظه الغربيه؟ ينفع. هو كده بقى حط الدبوس في منتصف المحافظه ما بين طنطا كده والمحل. بس هو هيجيب الناس بقى اللي ساكنين فين كلهم؟ طب بيجيبهم منين بقى اصلا؟ سؤال يعني مهم. بيجيب الناس اللي عايشه في الجيزه منين والناس اللي عايشه في معاه هو مخبيهم. ايوه معاه ازاي؟ ايوه عارفهم منين؟ صح. اللوكيشن. الجهاز بتاعي ده لاقط دلوقتي داتا، يبقى لاقط داتا منين؟ من هي انتنه سنترال شارع البحر في طنطا مثلا يعني، او الانتنه اللي ما اعرفش هنا. فالانتنات بتاعت اجهزه شركات المحمول بتعرفوا الشخص ده فين. والراوترات، الراوتر ده تبع سنترال ايه؟ يقول لك سنترال كذا. فالراوتر لو انا داخل على الواي فاي او الانتنه، حتى مش لازم اكون شغال الجي بي اس، اقصد يعني الاي بي ادرس اصلا اللي هو العنوان الافتراضي بتاع الكمبيوتر او الموبايل او الراوتر على الانترنت هو بيعرف. يعني غير كده بقى مع الناس برضو على الفيسبوك بتبقى كاتبه ليفز ان، يعني هو الناس طبعا بتكتب ليفز ان اي حاجه، بس هو كاتب ليفز ان. بس في معلومات كتيره، حتى المايك بتاعنا، حتى لو انا فاتح الجي بي اس، حتى انا بسيرش على ايه، كل الحاجات دي فيسبوك بيقدر ان هو يعني يتتبعها ويعرفها، مش صعب عليه هو وغيره يعني. بس انا كده حطيت محافظه وحطيت مدينه. وايه كمان؟ انا والله عايز اتوجه الى الاسواق الخارجيه، انا رايح عمان، انا هبيع كمان في دوله عمان، دوله. رحنا جبنا دوله اصلا ثالثه خالص، نقدر نحط استهداف في دوله على بعضها، يعني السعوديه بقى، عمان، اي ممكن احط مصر كلها. يعني في بعض يعني فودافون مثلا لما تيجي تعلن بتعلن في مدن بعينها. فودافون لو منزله عرض جديد فليكساوي ولا فليكسات ولا كله يا باشا، ايجيبت كلها. بس طبعا عايز ايه بقى ايجيبت كلها دي؟ يعني لازم طبعا نكلف الموضوع جامد، لان احنا هنوصل لحوالي 50 او 60 مليون اكونت فيسبوك. طيب قلت لكم انا قبل البريك ان انا مثلا ليا منافسين، اكيد ليا منافسين وبيعملوا اعلانات ولا ما بيعملوش؟ بيعملوا. بنغطي ده اهو، هو كل شويه يطلع لنا كل شويه يطلع لنا اي اعلان في الدنيا يظهر قدامكم على الموبايل او الكمبيوتر، دوسوا على الثلاث نقط اللي هم دول جنب اسم البراند. هم؟ لا انا انترستد دلوقتي، انا ممكن تقول له ام نوت انترستد ماشي دلوقتي. في اخر اوبشن اسمه واي ام اي سينج ذيس ده اد. انت لو متضايق من الاعلان او البتاع او الريل او كده قول له، لكن انا لا، هنزل تحت واقول له انا ليه بشوف ليه الاعلان ده طلع لي. بيبين لي بعض الحاجات في الاستهداف. افتحها كده وافتح حاجه اسمها اختيارات الادفرتايزر. قال لي المهتمين بالمنتجات الفاخره والمهتمين بالعقارات واشياء اخرى، وريني بقى.
ببلاش اهو. قدرت لو بنغطي ده منافس ليا يعني، قدرت اعرف ان هو حاطط ايه في الاستهدافات بتاعته. luxury goods، real estate، اللي مهتمين بالاستثمار، المهتمين بالشقق، المهتمين بالعربيات الفاخره، المهتمين بالمجوهرات، وماركات بعينها بقى زي لويس فيتون، زي يعني كمان ممكن في براندز. وده بيجيب السؤال دايما اللي بيتسال، هو انا لو عايز استهدف الناس بتوع كلاس A اللي هم الطبقه العليا، ده ماركه، ده براند معروف مثلا، لويس فيتون ده براند معروف جدا في اللبس. ممكن الاقي حاجات تانية زي رولكس ساعات، زي ده بقى الناس بقى البشوات دول بيستخدموا الحاجات دي، والعقارات والاستثمار والمش عارف ايه. قدرت، ورولكس اهي، قدرت اعرف بعض الحاجات عن استهدافات الجمهور اللي مين حاططها، المنافس بتاعي، عن طريق. يبقى انا محتاج ان انا اقعد ادور، او ان شاء الله لما تطلع لي اعلانات المنافسين دايما اروح فاتح بالثلاث نقط دول واشوف واي ام اي سينج ذس، بيخليني اعرف كتير من الاستهدافات. قال لك اللي بيتكلم ايه كمان؟ انجليزي. في اختيار هنا في الاختيارات اهو اسمه اللغه. انا بتكلم عربي، انا بتكلم عربي طبيعي، بس بك... انا في الفيسبوك بتكلم ايه؟ يعني الفيسبوك اكونت بتاعي لغته ايه؟ السيتنجز انجليزي عشان انا عامل الاعدادات انجليزي، وجوجل عندي ايه؟ انجليزي برضو. الحاجات دي هي معناها في الاعلانات ان انا بقدر اكوميونيكيت بالانجلش، بتفرج على فيديوهات انجليزي، السيتنجز بتاعت الاكونتات بتاعتي بالانجليزي. يعني بتكلم اوريدي مثلا، ما انا اكيد يعني اكيد المايك بتاع الموبايل والمايك بتاع الكمبيوتر اكيد سامعيني وانا بقول ماركتنج وسيلز وما اعرفش وديجيتال، يعني اكيد الكلام ده مسموع. ما احنا متراقبين يعني اكشولي بالماشين ليرنينج بتاع الاجهزه دي، فبيعرفوا الحاجات اللي احنا بنقولها. طب والسن والسكن، اختار مصر كلها واللي سنه فوق 25. ده منتج عقاري هنا، ليه بيختار الناس اللي فوق 25؟ مش عايز اعمل يعني هو غالبا تحت سن 25 الاهل هم اللي بيجيبوا لنا الشقه، بس بعد سن 25 بقى واحد بقى خلاص اترقى بقى مدير مش عارف ايه، يبتدي يفكر بقى انه يستثمر فلوسه مثلا او حاجه. لكن اللي هم الصغيرين اهلهم اللي بيجيبوا لهم البيوت، يعني حاجات زي كده. يعني مثلا انا من سنتين ابني كان في الثانويه، كان التايم لاين عندي غرقان ايه بقى تفتكروا؟ جامعات. وانس ان هو خلاص راح الجامعه هم عرفوا بقى، ما عادش بيطلع لي اعلانات جامعات بقى، لا في العاصمه ولا مش في كله بقى خلاص ايه، ابتدوا يتجهوا للشقق بقوا مديرين بتوع الشقق. بس فعلا انا وقتها كانت كل الجامعات الخاصه او الجامعات الاهليه اعلاناتها بتطلع لي سنا، يقول لك اللي سنه ما بين 45 ل 50 واللي مش عارف ايه، نستهدفه ان هو يدخل ابنه الجامعه. يعني دي كانتش تطلع لابني نفسه، تطلع لنا انا ومامته، عشان احنا اللي بنفكر بقى وعاملين شغالين بالنا ولو كذا وما حصلش والحاجات اللي زي كده. ففكره الاستهداف يا جماعه هي تفكير. يعني انا لازم اقعد افكر، والتفكير انا قدامي الاستهداف اهو مكتوب في الباير بيرسونا وانا مخطط له. ما بقعدش اعمل الاعلان من الايه؟ من الهوا كده. وبعدين ما بحطش كل الاستهدافات بقى. يعني انا عندي هنا امكانيه، اما ننزل تحت كده احنا حطينا البلد، حطينا البلاد شفناها، وعايزين نحط مدينه ودوله وممكن نحط عده دول كمان. طب السن، يس اللي جم على البيج او اللي عامل انجيجمنت كده، هو كان مختار في الاستهداف السعوديه يعني، وبعدين ايوه كان عامل اعلان فين؟ على منصه ايه؟ طيب هو فيسبوك اصلا لا يستخدمه السعوديين، هو راح بلاتفورم غلط اصلا. سناب شات او اكس كان افضل له. ولو انا هشتغل زي ما اتفقنا على فيسبوك يبقى انا بستهدف اصلا غير السعوديين، ما هي الناس الباكستانيين عايشين في السعوديه. ممكن طبعا ان انا برضو لو انا عايز استهدف العرب اللي في السعوديه اللي هم المصريين والسودانيين مثلا، يبقى كان يختار اللغه مثلا هنا عربي، كان يحاول يجيب اهتمامات. ما زي ما كده الناس دول كانوا جايبين لويس فيتون ورولكس وتيفاني اند كو او الحاجات دي، ما دي براندات بيهتم بيها الكلاس ايه. يبقى ايه البراندات اللي بيهتم بيها المصريين اللي عايشين في السعوديه؟ محمد صلاح، احط في الاهتمامات محمد صلاح، قناه الحياه الزرقاء، حاجات بقى زي كده، عارفه يعني ايه؟ ما انا بحاول اجيب اهتمامات للمصري اللي عايش في السعوديه عشان انا هستهدفه على فيسبوك.
فاكلات مصريه، مطاعم مصريه، براندات مصريه، مشاهير مصريين، حاجات زي كده يعني. وتاني اي كونفيرم يعني بعد السؤال ده ان يا جماعه الموضوع طبخه، هو في سنس. هو مفيش كتاب اسمه كتاب الاعلانات ولا كتاب اسمه كتاب الاستهداف. انتوا انا بفتح، احنا بنحاول بفتح دماغي معاكم، بنحاول نفتح، انا بفكر كده. فانتوا برضه ما هتقعدوا تعملوا اول اعلان، طب انا بقى عايز، طب اجيب ازاي الجمهور اللي مهتم بالرياضه؟ احاول بقى اجيب في الاهتمامات، في هنا حاجه اسمها الاهتمامات، اشوف بقى هكتب ايه من الاهتمامات اللي بتباع الحاجه الجمهور مين مهتم بالفتنس وهيروح الجيمات ويروح يعمل زومبا وكروس فيت ومعرفش كذا وكذا وكذا. اشوف اللي عند فيسبوك من اهتمامات اختيارات تتواكب مع الايه، مع اللي انا مخطط له في البيزنس بتاعي في الصفحه دي بتاعت الباير بيرسونا. طيب الايدج كام؟ هو كان الايدج موجود في البيرسونا 28، نعمل هنا 28 هنا بالظبط يعني اكيد في ها رينج اللي هو اللي متوسط سن 28 نزود ونقل يعني اللي بيروحوا الجيم وبيلبسوا لبس رياضي من كام؟ من 8 من 18 لكام مثلا؟ 40 مثلا، رغم ان في ناس كبيره بتروح الجيم عادي بس عشان قال لي 40 اولموست كده، ده اللي هو تقريبا 28 يبقى المتوسط بتاعهم. دي اكتر فعلا شريحه بتكون مهتمه ان هي تروح وتبني عضلات وتروح وتلبس لبس رياضي وتلعب رياضه وعندها وقت ومجهود وكده، فاخترنا السن. لو انا مثلا بعمل الاعلان اللي انا بعمله ده لبرودكت مستحضر للبشره، انتي ايجنج كريم، عارفين السيرم او الكريم بتاع علامات السن بقى، هعمل السن من 18 ل 40. على فكره الشركات مؤخرا ابتدى يقول لك ايه ده، انت ما ينفعش وانت عندك 18 سنه تسيبي بشرتك كده، لازم تستخدمي الكريمات اللي فيها كولاجين وفيها والله بجد وهيالورونيك اسيد، انت لازم تبتدي لها من دلوقتي عشان لما وانتوا بتشتروا طبعا اكيد مش مشكله. فهنا انا هختار السن بقى من 30 ل 50 مثلا، لان ده تقدم في السن، تجاعيد في البشره، يبقى اختار السن في الاربعينات والخمسينات والثلاثينات وكده. لو دكتور، ما هو على حسب. اسنان مش، لا مش مفتوح عاده، مشاكل الاسنان بتبدا يعني في سن كام؟ هو انتوا انا عارف انتوا بيل الحلويات، بس الاطفال مش هم اللي بيروحوا. يبقى يبقى الطفل اللي سنه 5 سنين واسنانه اللبنيه سوست ومامته عايزه تروح للدكتور، تجمعي بقى 5 في ايديكي و7 في دماغك، تعرفي بقى مامته عندها مثلا 33 سنه مثلا، يبقى بتاخدي السن مثلا من 25 ل 40، ده سن الامهات اللي بتكشف على اطفال. طب بس الدكتور ده برضو بيعالج الناس بقى بتوع التسوس، اطلع ل 50 مثلا، ده اوريدي بقى. لكن انا جبت الومن اللي سنهم مثلا، لو انا بس لو هو في دكتور، في دكاتره اسنان اطفال بس، خلاص يبقى دكتور اسنان اطفال بتاع حشو وزرع وخلع وعمليات تحت تمبنج وبتاع، يعمل ايه؟ الام بتبقى عندها كام سنه لما يبقى عندها طفل عنده 5 سنين؟ نجمع بقى ونشوف كده حوالينا الدنيا عامله ازاي والعرف كده حوالينا، بتلاقيها مثلا ما بين 28 لحد 40 مثلا اولموست، تاخدي السن ده. يعني هي ايه؟ هي كده. طب لو دكتور مثلا بتاع سكر، بطنه سكر يعني، سكر، السكرات عادة السكر بيجي في السن الكبير، او لو حد مولود بيه برضو دي حاجة ثانيه، بس عادة السكر ده مرض بيجي بعد الثلاثينات يعني. طيب الجندر، احنا هنا مختارين ان هو ايه؟ كان احمد مثلا يعني لو انا ببيع بس ملابس رجالي، جيم رجالي، اختار الجندر انه يبقى ايه؟ من بس. نفس الفكرة برضو، انا لو بعمل البرودكت بتاعي هو انتي ايجنج ولا كريم ترطيب للبشرة بناتي حريمي، يبقى اختار ايه؟ مع ملاحظة، مع ملاحظة حد يفكر يقول لا بس انا مره كنت قاعده وطلع لي اعلان محفظه جلد رجالي، انا عارف هدايا، برافو عليك. الاوقات بتاعت المناسبات وبتاعت الفالنتاين وعيد الام والفرايداي وعموما يعني ساعات كتير المعلنين بيختاروا الاوبوزيت جندر، بنسميها كده، بختار الجنس الاخر. ليه؟ الراجل هيجيب هديه لمراته بيطنش يعني، الست هتجيب هديه اللي مش عارف لخطيبها، هكذا. فالحاجات دي بتحصل، وانا هنا بعملها بانتنشن بقصد، بس الطبيعي ان انا لو بعلن عن حزام رجالي جلد يعني هختار ايه؟ من بعلن عن مش عارف بيرس او يعني شنطه حريمي هختار ومن. بس ساعات بقى لما بنبقى هدفنا ان احنا في مواسم الاعلانات نختار النوع الاخر او الجندر الاخر علشان الهدايا، بننشط فكره شرايط الهدايا في الوقت ده وكده. طيب يبقى اخترنا الجندر
ننزل بقى على الحته اللطيفه اللي اسمها ديتيلد تارجتنج. دي بقى مليانه استهدافات اصلا، يعني لو احنا فتحناها خدنا فين قبل كده ديموجرافيكس وبيهيفيرز دي اصلا؟ خدناها زمان كده. سيجمنتيشن، ما هو احنا عملنا فوق ده ايه؟ انهي سيجمنتيشن اللي عملناه هنا ده في الخريطه؟ جيوغرافيك. وبعدين قال لك ننزل بقى على الحاجات لها علاقه بالايه؟ بالديموجرافيكس، السن والنوع واشياء اخرى بقى زي التعليم والوظيفه ومستوى الدخل والحاله الاجتماعيه. انا ممكن استهدف، يعني مثلا لو حضانه انا اقدر استهدف مين؟ البيرنتس، يبقى هستهدف الومن وبيرنت، يبقى اختار في الجندر. طب والسن؟ البنت الست اللي عايزه تودي ابنها اللي عنده سنتين حضانه سنها كام؟ 28 9 كده بقى. يبقى شوفوا يا جماعه، هي توليفه، انا بقعد اشغل دماغي على حسب انا عايز ايه. حضانه حلو، يبقى امهات مش رجاله. على فكره الرجاله ما بتاخدش قرارات الحاجات دي خالص، الحضانه ولا التمرين النادي ولا المدرسه ولا المدرس الخصوصي بتاع ابتدائي، كل ده قرارات للام، الاب اللي بيدفع بس انا فعلا بستهدف المذر في الحاجات دي كلها، الومن، واختار سنها. وبعدين اروح نازل بقى هنا مثلا يبقى انا عايز البيرنت. في كلمه بيرنت مثلا عشان انا اهو في بيرنت، يعني في الست اللي هي ام او الاب اللي هو ام اللي هو اب سوري، فبختارهم وبختار معاهم الجندر المناسب، فممكن اختار بيرنت. طب في مثلا ان انا عايز مارد، ممكن اختار في الحته بتاعت الديموجرافيكس مارد، المتزوجين، يبقى ممكن اختار المارد وبيرنتس وامهات وسنهم 30 سنه عشان انا عايز استهدف الولاد اللي هو هدخلهم الحضانه عندي في السنه الجديده. طب انا مثلا لو انا ويدنج بلانر او لو انا مثلا ميك اب ارتست هختار مارد، هدور على، يبقى انا اصلا البيرسونا بتاعتي مين؟ انجيجد، سنجل، يعني سنجل وانجيجد، يبقى انا هختار اصلا الحاله الاجتماعيه السناجل موجوده اهي اول واحده اهي، واختار مثلا كمان الايه اللي هي مخطوبه اهي، واحده مخطوبه مهتمه بالخطوبه بتبقى ايه بقى؟ بتدور على قاعات الافراح وعلى الفستان وعلى الفوتوغرافر والميك اب ارتست مش عارف الحاجات دي كلها. فممكن نقعد نفكر دايما وهنلاقي ان كل حاجه، يعني الاستهدافات اللي عند فيسبوك بصوا قد كده تلبي اللي انتوا ايه عاملينه في البيرسونا. انا مش مطلوب بقى ان انا احط كل الاستهدافات اللي عند فيسبوك، ده انا هحط 3 4 5 بالكتير قوي ما بين الحاجات السكانيه والاهتمامات والسلوكيات. طيب احنا بقى بالنسبه نرجع بقى للبراند بتاعنا اللي هو بتاع ملابس، هنختار الناس اللي تعليم ايه وشغل ايه. هو كان مكتوب ايه في البيرسونا؟ تعليم عالي ولا تعليم مش عالي؟ في كلمه كولج مثلا او يونيفرسيتي جراد اهي، كولج متخرج يعني خريج جامعه تعليم عالي كده. طيب بس هنا في حاجه اسمها كولج انترست، المهتم انا كنت من سنتين مهتم بالتعليم العالي ولا كان تعليمي عالي؟ كنت مهتم، اي اعلان بيطلع قدامي لاي جامعه كنت بفتحه، يبقى دي اسمها انترست. لكن انا لان انا متخرج من جامعه اسمي ايه كايديوكيشن ليفل؟ كولج جراد. يعني هنا عندي في فيسبوك في الخانه دي ممكن الاقي كلمه كولج على انها اهتمامات. المهتم بالتعليم العالي ده يا اما واحد عاوز يشتغل في جامعه طنطا الاهليه، يا اما واحد عاوز يدخل ابنه جامعه طنطا الاهليه، دي اهتماماته تعليم عالي. لكن لو انا عايز اوصل للشخص اللي اصلا تعليمه تعليم عالي اختار الايه؟ education level مش interest. وفي كمان جوب على فكره، يعني ممكن نلاقيها ان اللي شغال، لو انا عايز الموظفين بقى، يعني ممكن تبقى في بعض الحاجات موجوده فيها ان دي جوب تايتل اصلا. يعني لو انا مثلا ببيع، انا بقى بستهدف دكاتره الاسنان، ببيع الاجهزه الطبيه بتاعتهم والحاجات والشنايير والحشو والحاجات دي وكده، هدور على دكاتره الاسنان في الاستهداف استهدفهم، مش هدور بقى على المرضى، انا هدور على دكاتره الاسنان نفسهم وهكذا. طيب يبقى هنختار الاديوكيشن ليفل ايه؟ احنا ما اخترناهوش كولج جراد، مستوى تعليم عالي. لما انا بختار اول استهدافايه كده اهو، فيسبوك بيبتدي يعمل لي ايه تحت؟ اقتراحات. تحب تاخد الناس اللي ان كولج كمان؟ محاضراتكم انتوا يعني لازم ابقى
انتوا لسه مش تعليم عالي، انتوا في التعليم العالي، بس انتوا ان كولج، يعني انتوا ايه في الجامعه. ممكن اختار دي كمان، اخترت ان كولج وكولج جراد. طيب كانت كان الدخل كان كام؟ مش 15000 باين او كده. طب هو الدخل موجود هنا؟ بس مش في مصر. يعني في انكم في بعض الدول الانكم موجود فيها، متصنف جوه فيسبوك، بس مش متصنف بالفلوس. هو بيقول لك الاعلى كام مثلا 10% دخل. دي مش الخاصيه دي مش متاحه في مصر، مش عشان احنا فقراء ولا حاجه يعني، ما حدش يحس، ما تبقوش زعلانين يعني. هي شغاله في بعض الدول، مش من ضمنها مصر، موجوده في امريكا مثلا. وبيعرف الناس منين؟ عارفين الزيب كود، الرمز البريدي. الناس اللي عايشه في بيفرلي هيلز مثلا في لوس انجلوس، المكان اللي عايش فيه بقى براد بيت وليوناردو دي كابريو بتاع، معروف ان المكان ده اصلا القصر فيه بحوالي 300 مليون دولار، فالناس اللي عايشه هنا دي مليارديرات. فهو بيقدر يعرف الناس بعناوينهم، هم مستواهم الدخل الاقتصادي، يعني الدخل بتاعهم عامل ازاي. بس هي مش موجوده في مصر. انا بقى بضطر ان انا اقول ايه مثلا؟ الشخص ده مهتم بالفتنس، اللي انا عايز ابيع له لبس رياضي، مهتم بالايه؟ بالفتنس، فيزيكال فتنس. الشخص ده مهتم او فيزيكال فتنس او اكسرسايز، او مهتم بصحته، بيرسونال كير. انا كده لو انتم ملاحظين عملت كام واحده من الديموجرافيكس؟ 2. وكام واحده من الاهتمامات؟ 2. وفي المفروض اعمل حاجه اسمها behaviors كمان. يعني ايه behaviors؟ السلوكيات، يعني اللويالتي للبراندز او السلوك الشرائي، الناس بتحب تشتري اونلاين او لا. بصوا دي كده لطيفه قوي، اسمها يعني ايه engaged shoppers؟ ده behavior. على فكره كل واحد من دول مشروح على اليمين. يعني لو انا وقفت عند دي كده بيروح فاتح لي مربع يديني حجم الجمهور ده قد ايه في العالم، مش في مصر. وبعدين يقول لي يعني ايه engaged shopper. engaged shopper دول بيسموهم المتسوقين المتفاعلين. يعني ايه متسوق متفاعل؟ هو شارح ان هو في اخر اسبوع داس على اعلان واشترى منه. ايه ده؟ يعني انا اقدر افلتر ان انا اوصل اعلاني للناس اللي مهتمه باعلانات السوشيال. في ناس على فكره ما بتحبش تشتري من الاعلانات اصلا، يقول لك الدكتور ده عامل اعلان يبقى فاشل سيبك منه. في ناس تفكيرها كده، هو ده مش صح، بس في ناس تفكيرها كده. في ناس تشوف الاعلانات وتعدي عليها مرور الكرام، في ناس تشوف الاعلانات وتشتري منها. انا اوصل لهم ازاي بقى؟ بالاوبشن ده engaged shoppers. دي راحت فين؟ engaged shoppers. الله، اهي اول واحده دي. ده behavior اسمه السلوك الشرائي. مش مالهاش علاقه بالخطوبه بقى، الخطوبه دي حاجه تانية. انا ممكن اختار الناس مثلا، لو جينا بقى قعدنا بصينا على، لو عملنا براوز كده للديموجرافيكس والانترست والبيهيفيرز، احنا هنرجع لهم تاني في الثلاث محاضرات الجايين، هننوع فيهم كده في الاختيارات عشان نفهم فيهم اكتر من حاجه. انا عندي المستوى الاجتماعي، المستوى التعليمي، المستوى الاقتصادي، المناسبات. يعني انا ممكن اختار الناس هنا في اللايف ايفنتس، اختار الناس اللي بعيد عن الاسره. يعني ايه بعيد عن الاسره؟ مغتربين. طب اللي بعيد عن اسرته ده مثلا عايش في مدينه تانية، انا ممكن مين اللي يستهدفه؟ مين اللي ممكن يستهدف واحد؟ مطاعم واكلات بيتي. والاكلات البيتي اللي طالعه جديد، الولاد بقى والبنات يشتروا هم بدل ما انزل اشتري من المطاعم الملوثه اللي في الشارع. في بتعرف فكره المطابخ السحابيه، كلاود كيتشن، زي فكره اوبر كده. ستات بتطبخ في بيوتها وبتنزل الاكل على ابلكيشن، حد بيطلبه، الابلكيشن بياخد نسبه وهي بتاخد نسبه، واللي طالب الاكل كان الاكل نظيف ومتقيم ومتراجع وكل حاجه. انا ممكن اختار مثلا حاجه زي كده. قايمين ان احنا هنلاقي كل حاجه تقريبا لها يعني استخدام عندنا. طيب دي كده مثلا نصغرها شويه عشان نشوف بقيه الحاجات. اللي بيحتفل بعيد ميلاده، ممكن اقدر اوصل للي بيحتفل بعيد ميلاده في سن، في شهر معين مثلا، upcoming في خلال مش عارف بيديك مثلا زي 30 يوم او حاجه زي كده. طيب
في الديموجرافيكس كمان عندنا البيرنتس والعلاقات الاجتماعيه والمناسبات. طب اللي بعدها الانترست، المهتم باي شيء انا ممكن اقدر اوصل له. المهتم بالبزنس زي الاعلان بتاع بين غطي اللي كنا شايفينه من شويه. المهتم بيه ايه في الليجر او الفتنس، احنا بالنسبه لنا بندور على الفتنس، فيزيكال اكسرسايز، بودي بيلدينج، فيزيكال، مهتم بالكروس فيت والحاجات اللي زي دي كلها ممكن الاقي لها اختيارات عندي. طب البيهيفيرز، الفيسبوك ممكن يوصلني للي بيستخدم انواع موبايلات معينه مثلا اهي، ممكن افتح براوز بس ننزل تحت سنه هنا اهو، ربنا يهديه ويجيبها. انا ممكن اختار الناس اللي بتلعب اكس بوكس، يعني عارفين هنا مثلا ديجيتال اكتيفيتيز هتلاقي يقول لك اللي بيلعبوا كونسول جيمز، اللي هي الالعاب بتاعه الاكس بوكس، اي جيمز كونسول جيم، الناس اللي في انا لو بلاي ستيشن كافيه فاتح بقى جديد ومش عارف ايه، اختار الناس البيهيفير بتاعهم ان هم بيحبوا يلعبوا على الاكس بوكس جيمز. فلو انا قعدت ابراوز على الحاجات دي الاختيارات كتير جدا لا عد ولا حصر لها. انا بدور على مين؟ ممكن الموبايل، على فكره تقول لكم ممكن اللي بيلعب او بيشتغل بموبايل معين ممكن افتح ان اللي بيدخل على الفيسبوك منين؟ من الموبايل. في ناس بتدخل على الفيسبوك زي حالاتي كده في الكمبيوتر، لكن في ناس بتستخدم الموبايل. ممكن استخدم الناس مثلا اللي عندها اي او اس، يبقى اللي بيستخدموا ايه؟ الايفون او الايباد، ممكن اوصل له. طب هو اللي انا عايز اوصل له مثلا للايفون، ممكن ده بيعبر عن مستوى دخل معين احيانا، وممكن كمان يعبر عن ان انا عايز اكون اوريدي ببيع حاجات الايفون، قطع غياره مثلا او كده، يعني ممكن اوصل له عن طريق ان انا جايب اللي شغال بالاي او اس او ما شابه يعني. طيب انا بقى بعمل كام استهدافيه في الاستهدافات اللطيفه دي؟ هم كتير، انا ممكن احط كتير، ما يفضلش ان احنا نحط اكتر من، بالاضافه للسكن والسن والنوع، ما نحطش اكتر من 4 إلى 6 استهدافات. طب ليه؟ انا لو فضلت احط اللي متجوزين واللي ساكنين فيه واللي بيلعبوا كذا واللي بيحبوا يتفرجوا على برنامج كذا واللي بيلبسوا ماركة كذا، كل ما زودت الاستهدافات انا كده بكبر ولا بصغر الجمهور بتاعي؟ بصغره، لان انا بقول انا عايز الناس اللي سنها كذا وساكنه في كذا وبلا بلا 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 بلا، واللي اهتماماتهم وتصرفاتهم وكذا وكذا والحاجات دي. هو كده هيبتدي على اليمين هنا، هو بيوريني حجم الجمهور. لو انا كده وصلت ان حجم الجمهور اللي ينفع اوصل له في الجيزه وفي الغربيه كام؟ حوالي كام؟ 4 مليون. انا لسه ما خلصتش الاستهداف اصلا، بس لو انا زودت في الحاجات دي هلاقي ان الجمهور بيصغر، وممكن الاقيه مثلا بقى بالالاف. ده مش حاجه كويسه. يفضل دايما ان الجمهور اللي عندنا اللي هنوصل له، اللي نقدر نوصل له، ده اللي نقدر نوصل له، مش اللي نوصل له فعليا، يبقى في حدود من يبقى في حدود من مليون ل 2 مليون. احنا لسه ما وصلناش لاخر الاستهداف، بس ما ينفعش يبقى 100 مليون ولا ينفع يبقى 20 و30 الف و100 الف. لا جمهور كبير قوي ما اقدرش اصرف عليه فنتائجي تبوظ، ولا جمهور صغير قوي هو ما يعرفش يدخل يعمل الاعلان عليه، لان هو مفيش حته يتحرك فيها، هيجيب لي نتائج وحشه برضه. طب نيجي نروح للغه بقى. هم كاتبين ايه في البيرسونا بتاعتهم؟ ان اللغه ايه؟ انه متعلم وتعليم عالي، ومفروض يبقوا كاتبين اللغه واحده منهم ان هو بيعرف انجليزي، او ده راجل مهندس كمبيوتر، يبقى غالبا التك، يبقى هنا بنختار اللغه الانجليزيه. طب انا لما بقول له انا عايز اللغه انجليزي، يعني انا عايز الانجليزي اللي عايشين في مصر، ولا اللي بيفهموا انجليزي وبيتكلموا انجليزي ودارسين بالانجليزي ولو كلمناهم بالانجليزي؟ بس هل ده معناه برضو ان انا هحط الكونتنت في الاعلان ان انجلش؟ لا، انا عايز اللي بيفهم انجليزي. ده بيفلتر لي على فكره كويس قوي لو انا ما ببيعش منتج شعبي. الجمهور حجمه وصل اهو تقريبا ل 2 مليون، اللي ينفع الاعلان يوصل. بس هل انا هقدر اوصل ل 2 مليون؟ لو دفعت فلوس كتير جدا. بس انا على قد الفلوس، احنا حاطين كام جنيه؟ هيوصلنا لكام من ال 2 مليون دول؟ 20,000. يبقى الميزانيه بتاعتي بتعرفني انا هقدر اعمل ريتش قد ايه. لكن الاستهداف بتاعي اللي انا بعمله من ساكنين فين وسنهم ايه و
بيعرفني حجم الجمهور المتاح عند فيسبوك. تاني، الحته دي لو انا جيت فوق زودت كايرو مثلا، ال 2 مليون هيفضلوا 2 مليون تفتكروا؟ زادوا. طب ال 20,000 اتغيروا؟ سنه. طبعا. ليه بقى؟ انا اديته القاهره دي لوحدها عايش فيها 12 مليون، اديته حته كبيره جدا يعمل فيها الاعلان، مش شويه فلوس قليله. ايه اللي حصل له؟ مش عارف اشتغل والله، زود الميزانيه. فعشان كده قلنا لما نعمل لوكيشن كبير او جمهور كبير عايزين فلوس كتيره. لكن بعمل اعلان مثلا في طنطا المدينه بس للبنات بس اللي سنهم مثلا من 18 ل 25، ممكن اشتغل ميزانيات صغيره لو الاستهداف محدود ومعقول يعني. طيب البليسمنتس اوريدي يعني مش هنشرح فيها حاجه، بس يعني ايه بليسمنتس الفيسبوك؟ لان هي دي هنشوفها في مره ثانيه يعني. هو الان راح فين؟ اهو. ده اسمه بليس من البليسز اللي بيطلع فيها الاعلان. يعني ممكن يطلع لنا هنا مثلا على الهوم بيج. الاعلان ممكن يطلع فين كمان؟ لما نشغل ايه مثلا؟ لما اشغل فيديو، مش ساعات يطلع لنا جواه اعلانات او ريل او كده؟ والاعلانات بتطلع فين كمان؟ ها؟ والستوريز، صح؟ وجوه الماركت بليس. يعني الماركت بليس هنا لو قلبنا فيه شويه هنلاقي جواه اعلانات اهي. دي كده حاجه اسمها الاودينس نتورك. يعني الفيسبوك عنده الهوم بيج بتاعته وجوه الريلز وجوه طب ما بتشوفوش اعلانات في الرسائل؟ في اعلانات في الماسنجر كمان. يبقى الاعلانات بتاعت فيسبوك، واحنا هنشتغل على في الثلاث محاضرات الجايين كمان ان احنا ازاي اشوف انواع اخرى من الاعلانات. بس الاعلانات بتطلع في كل حته في فيسبوك، في الفيسبوك بيج نفسها اللي هو الهوم بيج، وفي حاجه اسمها الاودينس نتورك اللي هي الاماكن بتاعت فيسبوك البديله بقى اللي هي ماركت بليس والكده، وجوه الماسنجر، وكمان داخل الفيديوز وداخل الريلز، بالاضافه لانه بيطلع فين كمان؟ في الماركت بليس. فالفيسبوك متنوع في اظهار الاعلانات بتاعته. يعني ان هو بيعرف يطلع لنا اعلانات في كذا مكان جواه، لان الفيسبوك ما يعتبرش مكان واحد، هو يعتبر عده. ينفع ايه نوعيه الفيديوهات ولا ايه نوعيه الاماكن؟ الاعلانات اللي انت تطلع جواها؟ لا طبعا. ما يعمل. لا هو لا ثانيه. ما هو الاعلان بيطلع، يعني انت عامل اعلان للبراند بتاعك، هيطلع لي داخل الفيديو انا مهتم بيه. يعني انا مهتم بالكوره، قاعد اتفرج على ماتش برشلونه والبتاع، طلع لي اعلانك انت جوه اعلان، سوري، جوه فيديو انا مهتم بيه، جوه بقى ماتش كوره، جوه اغنيه عمرو دياب، جوه مسرحيه، جوه اي حاجه. انا الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها بيطلع لي اعلاناتك، ها، لان انا بتفرج على الكوره ومهتم بالمنتج بتاعك، فاعلاناتك طلعت لي. لا ممكن ما نقدرش يعني مش هنقدر نتحكم في دي يعني. بس ما هو طلع في الفيديو بتاع الكمبيوتر عشان منافسك، عشان سوري جمهورك بيتفرج على الفيديو بتاع الكمبيوتر، خلاص امر الله يعني نعمل ايه. ما تقدرش تتحكم فيها ولا في جوجل حتى. طيب انا هنا من البليسمنتس دي لو انا فتحت كده، هو اوريدي بيبقى مختار البليسمنتس. هو بيقول لي انا عامل لك، ودايما وانتوا بتعملوا الاعلانات يا شباب بيبقى مكتوب كلمه كده اسمها ريكومندد في الاول. يعني هو بيوصي بحاجه، سيبوها زي ما هي. لكن انا اقدر، وده هنعمله في مره بقى من المرات الجايه، انا ممكن اخلي الاعلان يطلع بس في فيسبوك، لا في انستجرام، لا في ما اعرفش مثلا، يعني فاهمين قصدي؟ بس دي اكوردنج بقى ان انا خبرتي كانت يعني ايه بقى وسعت قوي، بقيت عارف ان انا احدد. لكن هو بالاختيار اللي هو عامله هنا اهو، ده هو راح فين الاختيار اهو، اللي هو اوتوماتيك بليسمنت او ادفانتج بليسمنت. فيسبوك بيطلع المحتوى بتاعي في المكان اللي هو شايف ان هو انسب للجمهور. بلاش احنا نفتي في دي في الاول، ممكن نبقى نتعلمها في المحاضره اللي جايه او اللي بعدها ونفهم ممكن نعمل بيها ايه. بس هي طالما ان هو، بصوا نصيحه يعني، الحاجه اللي مكتوب جنبها اوبشنال او ريكومندد ما تلعبوش فيها، سيبوها زي ما هي. فاني بليسمنتس من اللي انا قلتهم، اللي هو الماسنجر ولا الانستجرام ولا الفيسبوك ولا الريلز ولا الوات مارك. ما شفتيش اعلانات جوه الرسائل عندك قبل كده؟
لا هو جوه الماسنجر، يعني هو الماسنجر اللي هو ده، يعني اللي هو انا فاتح الماسنجر كده، ما هو ممكن يطلع لي جواه اعلانات عادي. انا قاعد عمال اقلب في الرسائل بتاعتي لقيت اعلان، هو مكان من الاماكن. والريلز بيطلع جواه اعلانات اللي هي الفيديوز، والماركت بليس جواه اعلانات. فهو هو بقى فكره الاوتوميشن بتاعته، هو معاكي حق، هو الماسنجر يعني ما هو بيطلعوا اكتر فين بالمناسبه؟ جوه الهوم، يعني جوه الهوم بيج وجوه الفيديوز، لان دي اكتر حاجه الناس تستخدمها. جوه الهوم بيج، هو انا عمال اقلب كده في الهوم بيج الاقي اعلانات عماله تطلع لي سبونسر ده. وبيطلع في الماسنجر، بيطلع جوه الماركت بليس احيانا برضه في منتجات معلن عنها تحت، بس الاغلب والانشط والاكثر رواجا هو اللي جوه الهوم بيج وجوه الريلز وكده اعلانات. ماشي. طيب اخر خطوه بقى عندنا ايه؟ اللي اسمها نعمل اعدادات مين؟ الاد نفسه. طب ايه اللي ناقص لنا تفتكروا؟ انا قلتها اصلا. اللي هو ايه بقى؟ بالظبط الكونتنت، يعني الكوبي والايه والكرييتيف، الصوره والكلام اللي المفروض الناس تشوفه. يبقى انا المفروض هقول له خلاص، بس يعني هفتح كده اقول له نيكست، يوديني على الليفل الاخراني. اعمل فيه إيه هو كمان في اسمه؟ سيبه زي ما هو، اسميه برضو ديبي 514 كذا كذا كذا، وادور بقى على ايه؟ انزل 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 لحد ما الاقي كلمه اد كرييتيف. هيقول لي حط ايه وايه. بص كده، حط التكست وحط الايه؟ الميديا، يعني الصوره او الفيديو، وكمان الايه؟ التكست اللي انت عايز تحطه. فهقول له يلا سيت اب كرييت، بفيديو ولا بايمج؟ المره دي هنعمل بايمج يعني. طيب اقول له انا عايز اعمل اعلان ايمج. ماشي. لو انا بعمل اعلان لاول مره في حياتي والصفحه لسه جديده، ممكن ما الاقيش الحاجات دي. الصور دي جايه منين؟ من اللي عندي على الاكونت بتاعي. يبقى دي مكان اقدر اخد صوره، اي صوره من دول، من الاكونت الاعلاني بتاعي اعمل بيها الاعلان. وممكن اجيب الصور منين كمان؟ من الانستجرام اهو. يعني دي صور كرافتي كيدز اللي اتنشرت على الاكونت الانستجرام بتاعهم. وكمان ايه؟ البيج. طب يا عم انا مش عايز لا ده ولا ده، ممكن اجيب منين كمان؟ صوره ما اتنشرتش قبل كده، اروح اعمل لها ابلود من عندي اصلا من الكمبيوتر بتاعي. اقدر اجيب اي صوره اعمل بيها الاعلان، انا مصممها اوريدي عندي على الكمبيوتر. يبقى اقدر اجيب الصور اوريدي من الاكونت او الانستجرام او الفيسبوك بيج، او ابلود اي صوره انا عايز اعمل بيها الاعلان اصلا من الجهاز او من الموبايل بتاعي. هو بيرفع الصوره دلوقتي. خلاص ناخد الصوره دي مثلا ونقول له نكست. يوريني شكلها هيبقى عامل ازاي. اقول له ايه كمان؟ يقول لي شكلها هيبقى عامل كده. طبعا شكلها هيبقى عامل كده. اقول له ايه؟ نكست. بيطلب مني احط مين دلوقتي؟ التكست. فاكرين الكوبي رايتنج كان طويل ولا قصير؟ تعالوا بصوا كده على الاعلانات عامله ازاي. الكتابه قد ايه اللي مكتوبه مع الاعلان ده؟ قد ايه؟ يونيفرستي اوف معرفش ايه، جيت ان تاتش وذ كذا 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 في ايجيبت. كم كلمه؟ 1 2 3 4 5، ما يعدوش 10 كلمات. محدش هيقعد يقرا مقاله في اعلان. وبرده على الهوم بيج بصوا الاعلانات هنا عامله ازاي. هي نفس الجامعه اهي. هتهرينا بقى. ايدنتيتي سكيورتي فور معرفش داميز كذا. طب الجماعه دول ميتا، شركه ميتا نفسها عامله اعلانات لنفسها. بيقول لك اتعلم عن الواتساب بزنس، رسائل الواتساب بزنس، وازاي تافويد مش عارف ان تاخد حظر. طبعا في ناس لما بتقعد تبعت رسائل كتيره من الواتساب بيتحذر الرقم. فبيقول لك هنا ازاي تتجنب سطر، ما يعدوش 10 كلمات برضه. بس هو كلمني ان انت هتستفيد ايه؟ هتتعلم عن سياسه الاعلانات وتتجنب ايه مثلا؟ ان انت تاخد حظر. هتكلم انا بالعربي ولا بالانجليزي مع الجمهوري؟ عربي اكيد يعني، رغم ان انا كاتب مختار اللغه جوه انجليزي يعني. يعني بنتكلم على حته اللغه دي في تنويعات تانية. ناخد طريقه سهله اللي هي مثلا نتكلم على المشكله. يعني مثلا انا كرافتي كيدز. ابنك ابنك اوعى كده.
وقت ابنك ضايع وتركيزه بايظ مثلا في الأجازة، دي المشكلة. تركيزه بايظ في الأجازة. طبعا البتاع العمال يفتح ويقفل تحت ده انتوا أكيد لقطوا هو إيه. الحل عندنا في كرافتي كيدز تابعينا واعرفي اخبارنا مثلا. يعني يا دوب حطينا مثلا 5 6 10 كلمات، سطر قصير بعرف الناس فيه ان هم يتابعونا. ما انا عايز اعمل اعلان ريتش عشان يعرفوا كرافتي كيدز دول بيعملوا ايه وبتاع. انا طبعا لما بكتب هنا الاي اي بقى مدمج تقريبا في كل حاجه، ففيسبوك ابتدى ياخد الكلام اللي انا كتبته وابتدى يطلع لي كوبيز. خدتوا بالكم؟ مش محتاج تروح للتشات جي بي تي بقى ولا مش عارف، ده هو انا اديته كلام وهو ابتدى يعمل تنويعات على التكست اللي انا كتبته. ممكن اخد من اللي هو كتبه وممكن لا، بس المره دي مش هناخد. بس هو عادي انه ابتدى يشتغل معانا في التكست. وكمان لما اقول له نيكست، بصوا هيعمل ايه في الصوره. هياخد كمان من الصوره برده ويحاول ان هو يلعب عليها ويحط ايه يعني تنويعات كده على شكل الصوره. اوعى كده من هنا، ان انا ممكن الصور دي اخدها برده. انا مش هاخدها المره دي، اخدها ان انا اعمل بيها الاعلان. يعني هو الاشكال دي لو انا هنا حطيت خد الصور دي كلها، هيطلعها بقى ازاي؟ هيقعد يطلع الصور دي بالتباديل والتوافيق مع التكست اللي انا واخده. يعني يقعد يبينهم حسب ما انا اختار، بس انا مش هختار منهم ولا حاجه دلوقتي. طيب انا لو خلصت كده الحته دي هقول له ايه؟ خلصنا الصور وخلصنا الكتابه. انا كده خلصت ايه؟ خطوه الاعدادات بتاعه الاد. فاضل ان انا اقول له انشر الاعلان. بس محدش سالني فين دفع الفلوس في الموضوع. احنا هندفع مش هناخد. فين بقى دفع الفلوس؟ ها؟ مش احنا بسيط اول ما اضغط ببلش بس انت. اقول لها تعالى انت بقى. وانتوا اول مره بتعملوا الحساب، اول مره بتعملوا اعلان، انا عندي هنا حساب اعلاني طبعا فهو معد مسبقا. انتوا لما تعملوا الخطوات دي ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لكم المربع اللي زي ده كده، وهيطلب منكم كمان في مربع تاني يطلب حاجه لطيفه. بلدك ايه؟ هي مكتوبه ايجيبت، سيبوها ايجيبت عشان يفضل العمله ايه؟ عشان نعرف ندفع بمين. مين اللي في النص ده؟ عندنا في مصر في قرار من البنك المركزي بقاله حوالي سنه ونص او داخل في سنتين اهو، ان الكريدت كاردز، عارفين في نوعين من الكروت، كريدت وديبت. الكريدت دي اللي هي بيسميها المصريين كارت المشتريات، بيسموه كده. الكارت الكريدت ده بيطلع على مرتب، معاش، وديعه، دفتر كده، ويبقى له ليميت شهري ممكن اشتري وبعدين اسد الفلوس بعد مده. ده اسمه كريدت كارد. سواء كانت عملته جنيه او دولار، الكريدت كارد بس هو اللي بيدفع المدفوعات الخارجيه. يعني بدفع اشتراك نتفليكس، بشتري حاجه من امازون من بره مش من مصر، بدفع اعلانات فيسبوك، بشترك في كانفا من كانفا نفسه. كل الحاجات دي اسمها مشتريات اونلاين خارج مصر. كنا زمان بندفعها باي كارت معانا، اي كارت كريدت او ديبت. طب ايه هو كارت الديبت؟ كارت الديبت ده بيكون كارت بشحنه، بدفع فيه فلوس، بحط فيه فلوس وبعدين استخدمها. يعني انا معيش فيه فلوس، انا بدفع فيه فلوس احطها فيه في البنك او بالاي تي ام بالمكنه، وبعدين اروح مخلص الفلوس اللي فيه. ده اسمه ديبت. الديبت كاردز لا تدفع مشتريات خارج مصر بقالها سنتين تقريبا، من ايام ازمه الدولار يعني. فالبنك المركزي سامح بس ان مين اللي يدفع. نفترض ان معايا او عند بابا او عند اختي او عندي كريدت كارد، اروح اعمل ايه؟ اقول له ايوه انا عندي كريدت كارد، نيكست. هيطلب مني ان انا ادخل ال 16 رقم بتوعها والثلاث ارقام الامان اللي في ظهرها وتاريخ الصلاحيه والاسم اللي مكتوب عليه. واقول له ايه؟ طبعا
سيف عشان هو ياخد منهم ال 1250 جنيه بتوع الاعلان. ده لو انا عندي ايه؟ كريدت كارد. الكيس اللي غالبا بقى علينا ما عندناش كريدت كارد، هيبقى مطلوب من حضراتكم مشوار الحقيقه، مشوار واحد. عارفين فيزا ايه باي؟ عارفين ايزي باي؟ ما سمعتوش عنها خالص؟ ايزي باي دي بتروحوا البوسطه معاكم صوره البطاقه و100 جنيه، بليز يعني بليز 3 بليز والله عشان مصلحتكم هتحتاجوها لما نيجي نعمل الاعلانات، لان عندنا في البروجكت لازم نعمل اعلان، وهتحتاجوها عموما هتفيدكم في حاجه ثانيه هقولها لكم في وقتها. فمشكورين